صباح النور والسرور أعزائي المشاهدين والمشاهدات، صبحتكم بالخير وربح إن شاء الله. عاودت رجعت معاكم مرة أخرى، خدكم هاجر بوصفاتها السهلة البسيطة والناجحة 100%. بعد غياب لدام حوالي السنة للأسف بدون شعور ولا سابق إنذار، حبيت من هذه المقدمة نعتذر لكم واحدة واحدة، خاصة الأخوات الوفيات للقناة والناس اللي كانت تبعت لي ميساج في اليوتيوب الانستغرام والفيسبوك. نقول لكم شكر كبير، لانه بهادوك لي ميساج ولي زانكوراجمون تاعكم اللي قدرت نعاود نرجع لكم مره اخرى. رجعت لكم بحاجه حلوه، الله يحيي لي ايامي وايامكم باذن الله. وصفه لي موفان، وصفه يعني سهله بسيطه، الا ما خفتش نبالغ في 7 دقائق حتى ل10 دقائق كي راح توجديها لوليداتك، لما لا الافراد تاع العائله تاعك، لانهم راح يفرحوا بها بزاف بزاف. تجي خفيفه مقطنه وتجي شويه مزيته، اللي يبغوا هذاك المادلان ولا لي موفان اللي يبغوهم شويه مزيتين. اذا الا راكم مهتمين بالوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو هذا للاخير باش تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. والناس اللي راهي تشوف في الفيديو هذا لاول مره، نقول لكم ما تبخلوش عليا بالجيم بالبارطاج وابونيفو سيل فو بلاي، سواي نومبرو اي نومبروز باش نكبروا القناه ونعلوها ويعلي شانكم باذن الله. وكيما العاده والعوايد نبغيكم تدوا معايا الاجر وتصلوا معايا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فرجه ممتعه طيبه وابقوا معايا للاخير. بسم الله على بركة الله. الوصفة تاعنا تاع اليوم راح نعطيها لكم بلغتين، اللغة العربية والفرنسية، مكتوبة على اليسار تاع الشاشة. عندي هنايا 50 مليلتر من الحليب، نصف علبة من الياغورت الطبيعي ولا بذوق الفانيليا، عندي 2 حبات تاع البيض اللي يكون الحجم تاعهم يعني كبيبر لو غرو كاليبر، 100 غرام من الزبدة ولا المارغرين، 100 غرام من السكر، قرصة تاع الملح، 200 غرام من الفرينة اللي تكون مغربله مسبقا، ساشي تاع لافاني وساشي تاع خميره الحلويات. لي بيبيت دو شوكولا ولا حبيبات الشوكولا سي فاكولتاتيف، يعني ماشي لازم ديريها، رانا في موسم الحمضيه، تقدروا تعوضوهم بالبشور ليمون ولا البرتقال، يعني لو زيست دو سيترون ولا دورانج. فوالا هنا راني راح ندير معكم الوصفه تاعي. البيض توجور ضيفوا حبه مور خوتها، باش هكذاك الا كانت حبه فاسده ما تضيفيهاش ديريكتومون على خوتها. ضفت هنايا السكر كيما راكم تشاهدوا، لا فاني تبغوا ديروا هادو السكر فاني كيما تقدروا ديروا اروم دو فاني، وزدت عليها قرصه تاع الملح. انا راح نضربوا كلش مع بعضه بالضراب الكهربائي حتى وين يضاعف الحجم ويولي لكم البيض ابيض. هنا كنت درت غلطه صغيره الاخوات وفضلت اني بارطاجيها معكم للصدق والامانه. مور ما تضربي البيض والسكر ضيفي الزبده ولا المارغرين. انا هنا كنت يعني عقلي ما باليش وين راه، رحت درت ديريكتومون الحليب والياغورت خلطهم مع بعضهم، ومن بعد كي ضفت الزبده بدا كيما نقولوا حنا بالوهرانيه بدا يزعط ولا بدا يطشطش ادغوتي اغوش. دونك الي بريفيرابل ديروا الزبده جوست مور تضربوا البيض والسكر. فوالا كيما راكم تشوفوا، هذا ما يعنيش انه الوصفه ماشي حتنجح لكم، بالعكس يعني نفضل اني بارطاجي معكم هذه الغلطات الصغار وتعرفوا نتوما الاخوات المبتدئات كيفاش ترطرابوا الغوسيت تاعكم. كنت خلطت خميره الحلويات ولا لا لوفير شيميك مع الفارينه، خلطتها غير شويه مانيوالمون باش هكذاك الفارينه ما تفركتليش ادواتي اغوش، ومن بعد كملت خلطت كلش بلو باتور الكتريك. كيما قلت لكم في 7 دقائق الوصفه تاعكم راهي جاهزه. راكم رايحين تحصلوا على واحد القوام كريمي، تبان لكم بلي ايباس مي ما تخافوش منها، هذا قوام كريمي. زدت هنايا حبيبات الشوكولا نصف الكميه، لانه الكميه اللي راكم تشوفوا فيها قدامكم على اليمين اني راح نزين بها من الفوق لي موفان تاعنا. في هذه المرحله الاخوات رحت شعلت على الفرن تاعي من الفوق ومن التحت بريشوفي واحد 10 دقائق من قبل على درجه الحراره 180. شديت هذا المول اون سيليكون ولا مول تاعكم تاع الحديد ولا المول تاع لي دونات اللي يجي فيه الثقب في الوسط، يعني واش متوفر عندك. اللي ما عندها لي كيسات ديرهم في الوسط، اللي ما عندهاش اني وريت لكم اون استوس. شدي بابي كويسون قطعيه كاري مقصي كيما شفتوا قدامكم، ومن بعد راح تخدمي الوصفه. يعني ما عندكش عذر باش تقولي ما عنديش لي كيسات، ما عنديش لو مول، ما عنديش باش ندير لوليداتي. بلي موين دبوغ اللي عندك هكي راح تفرحي الافراد تاع العائله تاعك وخاصه اوليداتكم. بزوج مغارف كيما شفتوا كنت دخلت
هذاك المزيج في لي كيسات، ديريه في النص ولا شويه ديباسي النص الا كنتي تبغيه دوبل اكس ال. زينت هكذاك بلي بيبيت دو شوكولا، وراني راح نطيبها في الفرن على درجه الحراره كما قلت لكم 180 من الفوق ومن التحت، حوالي 20 دقيقه. اللي الفرن تاعها ما يشعلش من الفوق ومن التحت، طيبيه من التحت ومن بعد كملي له الطياب من الفوق باش تحمريهم. كنت نصف الكميه درتها هكذاك على شكل لي بوزل، لانه وليداتي صغار راكم تعرفين بور لو فيغ بليزير. فوالا هنا راح نحلها معاكم. شوفوا كيفاش هذاك البابي كويسون يديتاشي لكم فاسيلمون. شوفوا الطياب تاعها كيفاش جاني دوغي، تبارك الله ما شاء الله. الخفه تاعها ولا اروع. الوغ لا لو غو مانيش راح نتكلم لكم عليه بزاف، نخلي لكم شويه سسبانس باش هكذاك تجربوا الوصفه وتخلوا لي تطبيقاتكم في الفيسبوك ولا في الانستغرام باش هكذاك نبارطاجوها مع الاخوات المبتدئات ونقلعوا لهم هذاك الخوف ونحببوهم في المطبخ. للاسف جاء وقت الختام، مع ليا غير نقول لكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله. نتلاقوا في فيديو جديد مع وصفه ولا تدبيره جديده. سلام.